اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض بلوبيف اللحمة بطريقة بسيطة وسهلة واحسن من اللي انتي بتشتريه من بره بكتير. يلا بينا نشوفوا المقادير. معانا ربع كيلو من اللحمة سلقينها وواخدين الشوربة بتاعتها معاه، ومعانا معلقة ونص من الجيلاتينة، والتوابل بتاعتنا عبارة عن بهارات لحمة وبابريكا وملح وكمون، ومعانا بصل بودر وتوم بودر. هبتدي اخد جزء من الشوربة واحط معاه معلقة ونص من الجيلاتين وادوبها. الشوربة دي سخنة عشان الجيلاتين يدوب معايا، وبعد ما ادوبها ابتدي ان انا احط اللحمة معاها وافرمها كويس قوي واكمل بقية الشوربة معاها. ولو انتي بتشتغلي لقيتيها ان هي محتاجة شوية شوربة تانيين بتقدري تضيفي او حبة مية حتى صغيرين. المقدار اللي احنا عاملينه ده هيعمل لك كمية حلوة، يعني ربع كيلو اللحمة ده هيعمل لك كمية حلوة، وكمان هيبقى فيها وفر ان انت تشتري العلبة من بره ومواد حافظة وكلام من ده. لا، احنا هنا حاجتنا بنعملها في البيت وعارفين احنا عاملينها ازاي. خدت كمية اللحمة المسلوقة وضربتها، وهكمل بقية الشوربة بتاعتها احطها برضو معاها واكمل ضرب فيها لحد ما انعمها خالص. انا عايزة اللحمة تبقى دايبة، ما تبقاش واضحة معايا خالص، انا عايزة ادوبها نهائي. تمام. وبعد كده ابتدي اضيف بقى التوابل بتاعتي كلها عليها، وابتدي اضرب مرة تانية لحد ما الخليط ينعم معايا. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. بعد بقى ما بخلط المكونات كلها والتوابل وكل اللي انا عملته ده، بكون محضرة بقى علبة، سواء علبة مربعة او ازازة ممكن انتي تقطعيها وتغلفيها من بره. انا كان عندي ازازة قطعتها وغلفتها بالفويل من بره، وهبتدي احط الخليط كله فيها واحطها في الفريزر ليلة. يعني الافضل تكون ليلة كاملة تحطيها في الفريزر. تمام. هي دلوقتي كده تمام معايا. انا حطيتها كده في العلبة وحطها في الفريزر ليلة كاملة، وبعد كده اوريها لك لما تطلع شكلها ازاي. كده طلعت معايا بعد ليلة كاملة في الفريزر. انا كده احطها في الطبق واطلعها من العلبة بتاعتها واقطعها بقى بالسكينة قدامك بقى شرايح. هي طرية جدا وخفيفة، وطعم اللحمة واضح جدا فيها ومن غير مواد حافظة ولا اي حاجة. يعني بصي الطراوة بتاعتها، بصي شكلها عامل ازاي، وطعم البلوبيف فيها خطير جدا، وان شاء الله لما هتجربيه هيعجبك. وبصي دلوقتي انا جبت قطعة منها وحطيتها على العيش عشان اوريكي مدى طراوتها. بصي الطراوه بتاعتها، يعني تقدري ان انت تحطيها على النار مع بيضه، تقدري ان انت تاكليها كده للولاد في المدرسه. جميله جدا وهتعجبهم. ويا رب يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.